هنفطر النهارده عند اكتر مطعم ليه شعبيه بورسعيد الفتره دي، ابن يحيى اللي عند المحكمه. عامل شويه ترابيزات كده قدام المحل، موقعه كويس وفي مكان حيوي. عنده وجبات فطار بتبدا من 35 جنيه. الوجبه تبقى عباره عن طبق فول وطبق طعميه فيه قرصين كبار والعيش، وطبعا بتختار نوعين من السلطات من اللي هم الحاجات اللي بتنجان مسقعه جبنه وطماطم بابا غنوج سلطه خضراء والحاجات دي. انا طلبت وجبه فول زيت زيتون، المفروض دي بتبقى ب 40 جنيه، وطلبت الطعميه تبقى محشيه، يعني ابدل الطعميه العاديه بطعميه محشيه. طلبت قرصين، واحد محشي بسطرمه وواحد محشي خلطه عاديه، فهو عمل الوجبه ب 40، يعني نفس العدد. فالمفروض ما اعرفش، يعني المفروض معاها قرصين طعميه، المفروض تدفع الفرق بقى. محاسبني على القرصين كل واحد ب 12 جنيه. المفروض اللي هو البسطرمه ده بيبقى ب 12، والمحشي خلطه ده القرصين بيبقوا ب 12 جنيه او ب 15 جنيه حاجه زي كده، مش عارف. الطعميه قرص كبير قوي، وكميه الطعميه الخضراء من جوه كميتها كبيره شويه. هو الطعميه المحشيه بتبقى كده فيها جزء اخضر بس، يعني هنا كتيره شويه. انا كمان مشكلتي مع ابن يحيى من قبل كده ان سندوتش الطعميه عنده بيلكم، يعني محتاج حاجه ساقعه معاه عشان تبلعه. حاجته حلوه بس السندوتش مش موزون، محتاج سلطه او طحينه زياده، مش عارف. دي الطعميه زي ما قلنا، واحده محشيه جبن وفيها سنه بسطرمه كده، والتاني محشي خلطه اللي هي الفلفل والبصل سبايسي وحلوه كده، بس مش عارف برضو الحساب هنا ايه، مش مظبوط. بابا غنوج مش حلوه خالص، مفيش طعم بتنجان خالص. البابا غنوج بتتعمل من بتنجان مشوي ومتقطع يتفرم كده بالسكينه، هنا بس اللي باين فيها بذر بتنجان بس من غير اي طعم بتنجان. انا مش ضايق طعم طحينه، فالبابا غنوج عندهم محتاجه تتظبط كتير. البتنجان شغال بس الدقه بتاعته دي هي اللي فيها مشكله، اللي فيها كركم دي انا ما بحبهاش، زي بتاعه العيوطي بالظبط، دي مش ذوقي. الجبنه وطماطم برضو فيها طحينه كتير، برضو دي مش ذوقي. وبطاطس مقليه باينه ان هي من شكلها كده مش حلو خالص، ناشفه، ونوعها او درجه الفرز بتاعتها تعبانه خالص. هي بطاطس نص مقليه جاهزه بس درجه رديئه جدا. واخيرا بيض بالبسطرمه كان حلو جدا. وطلبت واحد شاي كمان، ده الحساب زي ما قلت هتلاقي فيه غلطات، انا ما خدتش بالي بقى لما مشيت بقى. المكان حلو وظريف، وقولوا لنا انتوا رايكم ايه في التعليقات. وفي نهاية الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجة بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجة من نفس المطعم تلاقي طعم وجودة مختلفين عن المرة اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان. اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.